ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد على قناه حسن هاشم، وانا حسن هاشم. النهارده بقى يا جماعه جايب لكم بقى منتجات يعني مشروبات الطاقه. مشروبات الطاقه يا جماعه، بس طبعا ده ريد بول. جبت لكم بقى كل انواع وكل اطعمه ريد بول. متهيألي مفيش اطعمه تانية في السوق غير دول، يعني مفيش اطعمه تانية في السوق غير الاطعمه دي. ومتهيألي مفيش طعم تاني، يعني هي دي الأطعمة اللي موجودة في السوق. أنا جايب لكم 4 أطعمة من ريد بول، هنجربهم النهاردة مع بعض ونشوف ايه الدنيا وايه الأطعمة الجديدة في ريد بول، طبعا غير الطعم الأساسي، وأقول لكم رأيي فيه. ويا جماعة عشان تعرفوا بس، أنا جايب دول من على جوميا. من على جوميا السعر مختلف، يعني هتلاقيها ب26 98 قرش، يعني قول 27 جنيه. إنما هي في الطبيعي في الشارع أو في أي مكان بتتباع ب30 جنيه. تمام؟ يلا بينا نبتدي ونشوف الاربع اطعمه بتوع ريد بول دول، مشروبات الطاقه، ونشوف هو هل فعلا يستحق ال 27 جنيه او ال 30 جنيه ولا اي كلام وفيستك. وفي اطعمه جديده بردك هنجربها اهي مع بعض من ضمن الاربع اطعمه. ما اعتقدش ان في اطعمه تانية، تقريبا هم دول الاطعمه كلها بتاعت ريد بول. اخر طعم نزلوه اللي هو بطعم البطيخ ده، ما فيش اطعمه تانية نزلت. فيلا بينا نبتدي الحلقه. وقبل ما نبتدي الحلقه ما تنسوش ازازه الميه بتاعت كل مره. ويلا بينا يا جماعه، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد حسن هاشم بيعمله. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. يلا بسم الله. نرتبهم كده الاول بالترتيب كده يا جماعه. وناخد اول حاجه معانا دي ريد بول الاوريجينال، دي الاصليه، دي اول حاجه نزلتها ريد بول. دي يا جماعه سعرها انا جايبها ب 27 من على جوميا، هي بتتباع بره ب 30. تمام؟ دي شكلها كده، دي الاوريجينال يا جماعه، دي اللي هي الاصليه بتاعت ريد بول. يلا بينا نجرب وندوق. بسم الله. دي انا عارف طعمها اصلا كده كده، شربتها قبل كده كذا مره. بس انا اصلا بصراحه يعني انا مش انا بعمل الحلقه دي عشان اقول لكم تجيبوا ايه وما تجيبوش ايه في اطعمه ريد بول. بس انا اصلا كده كده مشروبات الطاقه مش كيف قوي فيها. يعني في ناس بتحبها قوي، لازم كل يوم يوميا تشربها الريد بول دي. انا لا، مش كده، انا عادي ممكن اشربها على فترات. يلا بينا ندوق ونقول بسم الله. دي اول حاجه معانا الاوريجينال. بصوا يا جماعه، مبدئيا هي طعمها في الاول حلو، بعد كده بتحس بمرار كده. مش عارف كلكم بتحسوا بنفس الطعم ده ولا انا بس هي طعمها كده الاوريجينال، تحس ان هي طعمها في الاول كده فيه سكر، بعد كده في الاخر تحس ان هي فيها مرار كده. عامه جربوها وقولوا لي رايكم، هو ده رايي فيها. انا بقول رايي بما يرضي الله وانتوا عارفيني. تاني حاجه معانا بقى يا جماعه دي ريد بول بطعم المشمش والفراوله. دي من الاطعمه الجديده، دي لونها اورنج. دي سعرها بردك يا جماعه من على جوميا 26 98 قرش، يعني قول 27 جنيه. بره بتتباع بردك ب 30. دي مشمش، طعم المشمش والفراوله. ندوق كده ونجرب. ده اول مره ادوقه، ده اول مره ادوقه. نشوف كده بسم الله. انا بصبر ليه شويه عشان بتذوق المشمش والفراوله اللي هم بيقولوا عليه. هي قريبه، يعني قريبه قوي للمشمش والفراوله، وطعمها على فكره حلو. بس يا جماعه زي بردك ما قلت لكم، في سكر في الاول بالطعم، بعد كده احس في الاخر بمراره. بس هي عامه حلوه يعني. بس حاسس مش عارف، حاسس ان 27 جنيه كتير، ولا هو عشان براند يعني اسمه ريد بول فمعروف فالاسم بيجي عليه فلوس. عرفوني برضك يا جماعه في الكومنتات. تقريبا هو عشان اسم البراند فعشان كده بيزودوا السعر. انما لو هو مش براند معروف اكيد السعر شويه هيقل، لان في اسعار كتير نازله جديده اقل بكتير من ريد بول. بس ريد بول بصراحه يعني ماركه مسجله ومعروفه، يعني مضمونه. عجبتني قوي بتاعت المشمش والفراوله، طعمها جميل. انا مش عارف بعد ما اشرب الاربعه دول يا جماعه هقوم بقى اطير ولا ايه. هيركبوا لي جوانح هيركب لي جناحات. ربنا يستر يا جماعه، ريد بول بيعتكي جوانح هنطير بقى بعد الحلقه دي. ده تالت طعم معانا يا جماعه. دي ريد بول مكتوب عليها وايت اديشن، ذا وايت اديشن كوكونات اند بيري. دي بطعم يا جماعه جوز الهند والتوت. الله، ده طعم بردك جديد يا جماعه. دي بردك ب 27 جنيه يا جماعه من على جوميا. تمام؟ يلا بينا نجرب. يلا بينا نجرب جوز الهند والتوت البيضه دي. بردك ده طعم جامد جديد لما ندوق.
بسم الله. طعمها مش حلو، تحس ان جوز الهند كده جايه بهب وكده، والتوت مش باين خالص، بس طعمها حلو. بس الصراحه مشمش وفراوله دي جامده قوي، يعني مشمش وفراوله دي انا برشحها لكم، طعمها حلو قوي. مش قد كده جوز الهند والتوت. بص انا في اخر الحلقه هقيم لكم كام من 10 لكل طعم، فخليكم معايا. اخر طعم معانا وده متوقع له ان هو يبقى حلو لان ده طعم واحد، هو بطعم البطيخ. ده طعم جديد برضه يا جماعه، دي سعرها 27 جنيه من على جوميا، بره بتتباع ب 30. اي طعم من دول بيتباع بره ب 30. نجرب كده ونشوف. تقريبا جوميا عامله عليهم عرض تقريبا، فممكن تخشوا تشتروا، يعني لو انتوا بتحبوا وعايزين كميه ممكن تشتروا من على جوميا. دي بطعم البطيخ بس يا جماعه، دي طعم واحد، يعني كلهم اللي فاتوا دول طعمين مع بعض. يعني البيضه دي طعم جوز الهند والتوت، والاورنج بطعم المشمش والفراوله. دي الوحيده اللي طعم واحد بطيخ بس. يلا نجرب وندوق. بسم الله. ده بيبقى شكلها يا جماعه عشان لو عايزين تجيبوها. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله. بالبطيخ دي يا جماعه جامده، بالبطيخ دي من الاخر. بصوا يا جماعه، بصوا هو طعمها حلو في الاول جميله، اول البق كده، في الاخر برضك في مرار. كل الاطعمه كده في حاجه غريبه، بس طعمها جميل قوي يا جماعه. البطيخ دي كده كل الاطعمه يا جماعه جربناها كده مع بعض. هقيم لكم بقى كم من 10 للاربع اطعمه. طبعا الاوريجينال دي بره الموضوع، الاوريجينال جميله جدا اصلا، دي الاصليه بتاعتهم طعمها تحفه. تمام. هنقيم على الثلاث اطعمه دول. البطيخ يا جماعه انا هديله 8 من 10. 8 من 10 حلوه قوي يعني، يعني هي مش قويه قوي وبرضه بس طعمها حلو، يعني طعمها حلو. تمام. واللي هي جوز الهند والتوت هديها 6 من 10. يعني طعمها ما عجبنيش انا، ده بالنسبه للراي، انا بقول لكم على الراي عشان لما تيجوا تشتروا يا جماعه تعرفوا تشتروا ايه وما تشتروش ايه. بس بالنسبه لي انا جوز الهند والتوت مش قوي، فهديها 6 من 10. المشمش والفراوله 9 من 10. بصراحه دي اكتر واحده عجبتني، المشمش والفراوله دي يا جماعه ارشحها لكم عن جداره. ارشح لكم دي يا جماعه، المشمش والفراوله احلى طعم فيهم. وطبعا الاصليه طعمها جميل جدا. وبكده يا جماعه يكون الفيديو بتاعنا انتهى. وما تنسوش يا جماعه تعملوا اللايك الجميل والتعليق الحلو عشان بشوف تعليقاتكم. ولو في حاجات جديده عايزين نجربها اكتبوها لي في التعليقات، والله بسمع الكلام يا جماعه وهعمل لكم اللي انتوا عايزينه. وما تنسوش الاشتراك، اللي مش مشترك واللي مش مفعل الجرس يفعل عشان يجيله الفيديوهات على طول اول ما تنزل. لما بتفعل الجرس بيجيلك اي فيديو جديد بينزل لحسن هاشم. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله على خير. وقبل ما اقفل الفيديو بق المايه الجميل من ازازتي الجميله بتاعت كل مره. هتوحشوني. باي.